السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة طاجن بطاطس بالسجق. طريقته بسيطة، أكلة منجزة في ربع ساعة ونخلص الغدا. المقادير اللي معايا 3 حبات من البطاطس مقطعة مكعبات صغيرة، طماطماية بشراها، ومعلقة من الصلصة. معايا كمان بصلتين مقطعهم شرايح رفيعة بالشكل ده، وكمان معلقة من التوم، حوالي 7 فصوص من التوم. 2 فلفل رومي مقطعهم برضو شرايح، وطماطمية مقطعة واخدة بس اللحم بتاعها شرايح. معايا كمان توابل، والتوابل دي علشان خاطر الخضار: ملح وفلفل اسود، بصل بودر وتوم بودر وبابريكا. من كل حاجة نص معلقة. معايا نص كيلو من السجق البلدي. طاسة على النار وبسخنها كويس جدا. طبعا السجق لو نوع ما بينزلش دهون كتير مش هنحط زيت او سمنة، لو كان بينزل بس خفيف هنحط معلقتين صغيرة من الزيت. سخنت الطاسة كويس جدا، نزلت معلقتين صغيرين من الزيت. السجق مش هينزل معايا دهون كتير. وبعد كده هنزل بقى بالسجق. انا مش عايزة احمره او اسويه، انا مجرد هشمعه بس، اخليه يدي لون من تحت ومن فوق كده عشان هكمل تسويته في الفرن. عايزاه ينزل شوية الدهون اللي فيه عشان خاطر هقلب فيها الخضار، ويدي طعم حلو للخضار. بعد ما نزلت السجق زي ما انتوا شايفينه كده سليم، انا مش مقطعه. هقلبه كده على الناحية التانية، يدي كده لون خفيف، وينزل الدهون اللي فيه. قلبته كده على الناحية التانية بعد ما اتشمع كده وادى لون خفيف. احنا هنكمل تسويته في الفرن، بس عايزاه ينزل الدهون اللي فيه علشان خاطر نقلب معاه الخضار. تمام كده. هو اول بقى ما يدي اللون خفيف كده وتشمع من تحت ومن فوق كده هو، ونزل الدهون اللي فيه، راح اطلعه كده في طبق. زي ما انتوا شايفين شوية الدهون اللي نزلها بتبقى جميلة جدا، اللي هنسوي في اللي نقلب فيها الخضار هيدي طعم حلو جدا للطاجن. تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبعد كده هبتدي انزل بقى بالبصل اللي مقطعاه ومعلقة التوم. مش هحمره، مجرد بس اخليه ياخد كده من الدهون اللي نزلت. وبعد كده هنزل بقى بالبطاطس وهقلبها برضو معاهم عشان برضو تتشبع من اللون، مش برضو هنسويها خالص. وبعد كده هنزل ببقية الخضار: الفلفل والطماطم ومعلقة الصلصة والقوطة اللي احنا بشرينها. هقلبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين، بتتشمع بس وبتاخد من الدهون اللي نزلت. وحطيت كمان التوابل. اتشمعت وشربت شوية من الدهون اللي نزلت زي ما انتوا شايفينها كده. ما استوتش معايا خالص عشان احنا هنسويها في الفرن. طبعا حطيت لها الملح والفلفل الاسود، بصل بودر وتوم بودر، وكمان البابريكا. من كل حاجة نص معلقة، وبقت بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت. بعد كده جبت الطاجن اللي هندخله الفرن وهننزل فيه الخضار. زي ما انتوا شايفين شكله جميل جدا، كمان ريحته حلوة اوي، وطعمه كمان حلو جدا. اخد من الدهون اللي نزلت من السجق. هسويها بقى كويس كده في الطاجن زي ما انتوا شايفينها، وبكون مولعة طبعا الفرن. هسويها كده بالمعلقة، وبعد كده هننزل بقى السجق ونسويه كده ونوزعه كده على الوش. أكلة منجزة في ربع ساعة بس، بنخش المطبخ نخلص الغدا.
طعمها حلو جدا وطريقتها كمان سهلة جدا. يتعمل جنبها رز بالشعرية او رز ابيض، او ممكن يتاكل كده بالعيش ومعاه كده ايه سلطة او مخلل. اكلة جميلة جدا ومنجزة زي ما قلنا، ما بتاخدش معانا وقت كتير. دخلت بقى الفرن بعد ما وزعت السجق زي ما انتوا شايفينه كده، ما اخدش معايا حوالي ربع ساعة وطلعناه. البطاطس زي ما شايفين مستوية مع الخضار، ما تهرتش مني خالص عشان شمعناها وشوحناها حلو مع ايه الدهون اللي نزلت من السجق. والسجق مستوي وطريقته جميلة وزي ما انتوا شايفين، والخضار كمان شكله حلو، ريحته جميلة جدا وطعمه كمان جميل، واكلة جميلة ومنجزة زي ما قلنا، مبتاخدش وقت خالص. السجق كمان مستوي معايا ومدي لون حلو زي ما انتوا شايفينه كده. لو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.